واش في خبارك بان اي شخص كتلاقاه كياخذ عليك واحد النظره اوليه من خلال 5 ثواني الاولى اللي شافك فيهم؟ اليوم غادي نوريك اشنو كيلاحظ فيك اي شخص مجرد ما كتوقف حداه. اول حاجه كيلاحظوها الناس من كتوقف حداهم هي اشنو لابس في رجليك، وماشي الغايه انه يعرف واش داكشي اللي لابس في رجليك غالي ولا رخيص، لا، الغايه هنا كتكون هو انه يلاحظ واش داكشي اللي لابس في رجليك نقي او لا موسخ. الا كنتي مثلا لابس واحد السبرديله موسخه راه اوتوماتيكمون كتعطيك واحد الانطباع، داك الشخص اللي واقف حداك وشاف ديك السبرديله موسخه اوتوماتيكمون غتعطيه واحد الاحساس بعدم الراحه. بينما الا كنتي انت لابس واحد السبرديله نقيه وباين ان ديك السبرديله درتي واحد المجهود قبل ما تخرج، يعني نيطويتي ديك السبرديله قبل ما تخرج، هنا كتعطي لذاك الشخص واحد الانطباع زوين في الاول نظره. خصوصا البنات كيانسيستيو على هذا البلان بزاف وكيركزوا عليه بزاف. مجرد ما غتوقف حدا اي بنت غتضرب ليك على رجليك وهي طالعه، ما غتبداش من الفوق وتهبط، لا، كتضرب لك على رجليك وهي طالعه. من رجليك كديتيكتي واش انت واحد الشخص غيصلح لها ولا ما غيصلح لهاش. دونك البلان ديال رجليك هو اول انطباع كياخذوا عليك اي شخص مجرد ما كتوقف حداه. هادشي علاش خاصك ديما في كل مره بغيتي تخرج من داركم تحاول تنيطوي داكشي اللي لابس في رجليك. ثاني حاجه اللي كتخلي الناس تدي عليك واحد النظره زوينه ولا خايبه اول لحظه توقف حداه هي الطريقه ديال المشيه ديالك والطريقه ديال الوقفه ديالك. الا كنتي معاك كتوقف حدا الشخص كتوقف داير بحال هكا كتفك هابطين، كتمشي كتفك هابطين، فراه اوتوماتيكمون هنا الناس كتاخذ عليك واحد النظره ديال واحد الشخص ما تايقش في راسو. دونك كتافك ديما خص تكون كتافك واقفين، صدرك خارج، ماشي تعنقر على عباد الله نزت فيه شويه دفعت صدري بزاف ظهرك واقف. وهادشي كامل باش ديرو حاجه وحده غتلخص لك هادشي كامل باش تقاد صدرك ظهرك كتافك بلا ما ديرها بواحد الطريقه واعيه، هي انك تمشي تريني غتقاد ظهرك وغتقاد كتافك وغتقاد صدرك، اوتوماتيكمون المشيه ديالك غتقاد، الوقفه ديالك غتقاد. دونك انت ما غتبقاش حاس براسك، خاصك دير واحد المجهود باش تكون مشيتك مزيانه وقفتك مزيانه. لحقاش انت مجرد ما كتدخل تريني راك كتريني الظهر، كتريني الكتاف، كتريني الصدر، مع الوقت كيتقادوا كتافك كيوقفوا، صدرك كيخرج واحد شويه، ظهرك، دونك كتولي عندك المشيه متناسقه، الوقفه متناسقه. الناس كدي عليك واحد النظره زوينه من الوقفه ديالك ومن المشيه ديالك. الا كنت مثلا انا كنهضر معاك بحال هكا راه ماشي هي مثلا كنهضر معاك بحال هكا، راه غيكون واحد الفرق اللي كبير. ثالث حاجه وهي كيفاش كتجاوب مع الناس اول ما كتجي نظره العين ديالك في عينه، كيفاش كتجاوب مع هاد اللحظه هذه كتحكم على الشخصيه ديالك. الا كنتي انت من ديك النوع مثلا مجرد ما كتجي عينك في عين الشخص اللي كتهضر معاه كتحس براسك توترتي اولا كتهرب عينك من عينه، راه الشخص كيحس بهذا الاحساس هذا لا وعيا، واخا هو راه ما كيديرش واحد المجهود باش يعرفك انت، راه من خلال انك هربتي عينك عندك واحد الضعف في الشخصيه اولا خارج بسبرديله موسخه، هادشي كيعني انك انت واحد الانسان ما نقيش مستهتر في حياتك. راه هادشي الناس ما غتحتاجش واحد المجهود باش تعرفه، راه لا وعيا الدماغ كيديتيكتي وكيعرف بان هاد الحاجه دارتها علاش دارت. هذه واحد الحاجه باينه، يعني بنادم ما يحتاجش يدير واحد المجهود باش يعرفها. دونك انت ملي كتكون كتهضر مع واحد الشخص واول ما كتجي عينك في عينه وكتحس براسك توترتي، هذا البلان الشخص راه كيحس به، الشخص اللي حداك كيحس بهذا البلان هذا. دونك الا حس به يقدر يعرفك انت واش واحد الانسان اللي ضعيف، واش يقدر يلعب به كيف ما بغى. دونك حاول تلعب على هذا البلان هذا، ما تخافش انك مثلا عينك جات في عين واحد الشخص، ما تخافش تكمل الموضوع عادي بحال اللي ما كاين والو. وهذا البلان باش انك تحرر منه هي انك تحاول تبقى تهضر قدام الكاميرا. ان فوا كتولي تهضر قدام الكاميرا كتولي تجيك ساهله تهضر وانت كتشوف البنادم في عينه. رابع حاجه واللي كتخلي الناس تاخذ عليك واحد النظره اللي زوينه ولا خايبه هي لغه الجسد ديالك. لغه الجسد اكثر حاجه كتخلي الناس تعرفك واش انت واحد الشخص اللي تايق في راسك ولا لا. الا كنتي مثلا كتهضر مع الناس داير بحال هكا ما كتحسن تشوف لهم في عينيهم، ما كتعبرش بيديك، ربي عطاك هاد جوج اليدين ماشي باش ديرها وتهضر، تقدر تعبر بيديك، تقدر توصل الفكره غير بيديك، ما تحتاجش تهضر انت كاع، غير بيديك تقدر تهضر، اي بعينيك تقدر تهضر. الوغ لغه الجسد بصفه عامه هذه واحد الحاجه اللي خصك تركز عليها وخصك تتعلم لها. ما خاصكش تهضر وانت داير بحال هكا، ما خاصكش تهضر وانت كتشوف بحال النبره ديال الصوت، لغه الجسد، عينيك، النظره ديال عينيك، هادشي كامل خاصك تحاول تخدم عليه، لحقاش هادشي كيلعب ضدك اكثر من انه كيلعب لصالحك الا ما عرفتيش تخدمه. دونك الا عرفتي تخدم لغه الجسد ديالك في الاوقات الصحيحه، الا عرفتي تخدم النظرات ديال العين ديالك في الاوقات الصحيحه، عرفتي تخدم نبره ديال الصوت ديالك فوقاش تطلع نبره الصوت ديالك فوقاش، هادشي راه غيعاونك. الكومينيكاسيون واحد الحاجه اللي مهمه،
غتحتاجها في زواجك، غتحتاجها في خدمتك، غتحتاجها في بزاف د الحوايج. وإلا ما كانتش لغه الجسد ما غتعرفش تكومونيكي مع اي شخص. خامس حاجه واللي كتخلي الشخص ياخذ عليك واحد النظره خايبه او لا زوينه هي النظافه الشخصيه. وملي كنقول لك النظافه الشخصيه كتشمل الشعر ديالك، اللحيه ديالك، سنانك واش نقيين، فمك واش فيه الريحه ولا لا، ريحه العرق، ريحه رجليك. النظافه الشخصيه اون جينيرال تقدر تلعب ضدك اكثر ما انها تلعب لصالحك. تلعب ضدك الا كانت فيك واحد الريحه اللي خايبه، وغتلعب لصالحك الا كانت فيك واحد الريحه اللي زوينه صافي باينه. دونك انت معاك كتوقف حدا الشخص، راه واخا تكون لابس اللي لبستي، الا كانت فيك واحد الريحه اللي خايبه، فيك ريحه الكلب ميت، راه سي نورمال غينسى شنو لابس وغينسى القيمه ديالك انت في المجتمع وغيركز غير مع ديك الريحه ديالك. دونك النظافه الشخصيه هذه واحد الحاجه اللي ما خصناش نتذكروا عليها، وواحد الحاجه اللي من اكثر الحوايج اللي كتخلي الناس تاخذ عليك واحد النظره واش زوينه ولا خايبه. ما يمكنش انت لابس واحد اللباس اللي غالي ولكن معاك كتوقف حدا واحد الشخص كيشم فيك ريحه الفم او لا ريحه العرق او لا ريحه الرجلين، هذه صافي راه باينه القيمه ديالك شنو غدير مشات. سادس حاجه واللي كتخلي اي شخص يحكم عليك من مجرد ما كتوقف حداه، من 5 ثواني الاولى اللي كتوقف حداه، هي الطاقه ديالك كيفاش دايره. واش انت عندك طاقه سلبيه او لا طاقه ايجابيه؟ وهذه واحد الحاجه ما يحتاجش بنادم يكون عبقري باش يعرفها او لا يدير واحد المجهود اللي كبير باش يعرفها. هذه واحد الحاجه اللي كتمشي من القلب للقلب، بنادم كيعرفها من القلب للقلب. شحال من مره انت كتجلس مع واحد الشخص، كتجلس معاه غير 5 دقائق كتقول مع راسك ما عرفتش علاش ما حسيتش براسي مرتاح مع هذا الشخص، ما ارتحيتلوش. في غالب الاحيان السبب كيكون هو اختلاف الطاقه. انت يا اما كتكون عندك واحد الطاقه ايجابيه وهو عنده واحد الطاقه سلبيه، هادشي اللي خلاكم بجوجكم ما ترتاحوش لبعضياتكم، او العكس انت عندك طاقه سلبيه وهو عنده طاقه ايجابيه، هادشي غيخليكم بجوجكم تحسوا بنفس الاحساس. راه الشخص اللي انت كتحس براسك ما ارتحيتيش ليه، راه حتى هو كيكون حس بنفس الاحساس وحتى هو كيحس بانك ما ارتاحش ليك. دونك مين تحس بهذا الاحساس هذا ديال انك حسيتي بالاحساس ديال قلبك قال لك هذا الانسان هذا ما ارتحيتش ليه، غير اسمع الاحساس ديالك لحقاش فريمون كيكون ما كيكذبش عليك داك الاحساس، وفعلا غتلقاه فري ما صالحلكش داك الانسان. دونك حاول تبقى تسمع الاحاسيس ديالك شنو كتقول لك. من تحس براسك كتسمع لواحد الاحساس كيقول لك لداخل بان هذا خونا ما ارتحيتلوش، بعد منه لحقاش الطاقات ديالكم مختلفين تماما، مختلفين كل بعد، الطاقه ديالك على الطاقه ديالو. دونك هادو 6 ديال الحوايج اللي اي واحد كيف ما بغى يكون كيحكم عليك من خلال هاد 6 ديال الحوايج مجرد ما كتوقف حداه. وحتى لهنا غادي نكون وصلنا لتالي الفيديو. خليو لي في لي كومونتير لتحت اشنو هو الموضوع اللي تبغوني ندوي عليه في الفيديو الجاي. تلقاو الفيديو الجاي مع موضوع جديد من اختياركم. تهلاو.